مساءكم سعيد. عدنا والعود أحمد. عزائي لكل الدول، لكل الدول العربية، لكل الدول المسلمة، لكل الدول التي لها حكام نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وصل بلاغ طازج من متحدث وهو أمريكي يقول: كونغرس سمحت مرة أخرى ب100 مليار من الدولار. المال لمن؟ المال لا يذهب للناس، للمواطنين، لا يذهب إلى الصناعات أو للأعمال لمصلحة تنمية اقتصاد ومستوى العيش. طبعا هم ينهبون الخيرات، فتذهب إلى السياسيين. وسميت هذه البلدان بالعالم الثالث، هذا على لسانه، والدول المتخلفة، ونسوا أنهم من 700 إلى 400 سنة في جامعة السوربون باريس كل العلوم كانت تقرأ وتدرس باللغة العربية، حتى نهبوها وسرقوها واستنسخوها لأنفسهم. إذن قال لك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما شعب أمريكا له تمشي الفلوس مجانية، ماهيش المصالح، لكن تمشي تكون في جيوب السياسيين. وقالوا لهم: أنا دعمناكم، أعطيناكم، واتفقوا معهم باش لتقوية الرقابة على شعوبها. وأصبح لديهم جيش مجهز ومنظم، لديهم بيروقراطية أفضل أجرة، مدعوين زي عندهم فلوس مداخيل، عملوا جدار صد على مصالح الشعب متاعهم كلهم، الكل مغرب، الجزائر، تونس، مصر، كل ليبيا. علاش ما تمش الاستقرار؟ فقال لك: لقد اكتملت هذه العملية الآن. هذه نشروها اليوم. قال لك: لقد اشتريناها حرفيا. يعني فات الأوان للنحيب والنديب واللطم. فات الأوان حتى ربي عز وجل يحكم بعدله، عدل السماء. وهكذا ركزت الزلازل وتكررت توا في جديد مرة أخرى وثالثة على تركيا وسوريا، باش تعرف أنه ربي غاضب على رئيسهم، أو رئيس قردوغيل وبشار الأسد. وراهي قربت وجات الجزائر، ليبيا، لبنان، مصر. في مدينة رفح كما قلت لكم صار انحسار ماء البحر في أكثر الدول العربية. يعني نزلت تونس، ليبيا جات، الجزائر جات، ما زالت تونس الأخوين جاتهم. شو يصير هنا؟ بركات تمنعت، حتى الإعانات للإعلام وراوهم، وبعد
بيريوهم نحوهم. اقتربت للناس، اقتربت الساعة للناس. يقول لك ربي عز وجل في هذا المعنى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. تصوروا الدلافين انتحرت وتسمع صراخ الحوت الأزرق، يعني يسبحون أكيد. انذار من الخالق عز وجل، بيقولوا: يا ابن آدم استحيا، أنا حرمت على نفسي الظلم وحرمته على العباد. حتى الأغنام تدور حول نفسها، تستغيث بالله عز وجل. هذا من ذنوب الناس والنفاق والنهبان وسرقات خيرات الناس. استخفاف. نعاود نلخص. قال لك هذه الدول راهي استولينا عليها كمناها، بالدليل باش نحيو التونسة ما عادش راك تونسي، والمغربي ما عادش مغربي، والجزائري ما عادش جزائري، والليبي ما عادش ليبي، إلى أخ، وسوريا ما عادش سوريا، وتركيا ما عادش تركيا. قال لك رانا هاكم البلدان للتكرار احتليناها. لقد اكتملت هذه العملية الآن، لقد اشتريناها حرفيا. مالك كيفاش من سنين هم يحذروا في الأفارقة